التشكيله الانسب لنادي الزمالك لمواجهه الاهلي بعد اللي شفناه الفتره اللي فاتت دي في الماتشين بتوع افريقيا والاداء دوت، محتاجه التشكيله تبقى فيها مختلفه شويه، محتاجه التشكيله ما يبقاش فيها لعب في المراكز. محتاج التشكيل بتاعي يبقى عباره عن محمد صبحي في حراسه المرمى، عمر جابر باك يمين، استغل عمر جابر يمين، انا مش مستغله خالص شمال، وجنبه حسام وحمزه باك الشمال. محمد حمدي، ليه محمد حمدي مش محمود بنتايج؟ هقول لك انا صاحبي ليه محمد حمدي. محمد حمدي اولا لعب قصاد الاهلي كام مره، ولعب قصاد محمد هاني كام مره بالاخص. ثانيا هو لعب قصاد الاهلي وجاب جون وعمل اسيست قبل كده، ولعب قصاد الزمالك وجاب جون وعمل اسيست. فالواد رجليه حلو وما بيخافش وعنده ثقه في نفسه وبيلعب على عدلته الناحيه الشمال. فليه اقعد انا الف؟ وخصوصا اللي انا محتاج محمد شحاته بقى جدا يبقى هو رقم 6 جنب عبد الله السعيد، وقدامهم يبقى ناصر ماهر. انا دونجا محتاجه يريح الشوط الاولاني، محتاج يبقى محمد شحاته صغير. ليه برضو؟ لان قوه الاهلي اصلا لو خدت بالك قوه الاهلي في امام عاشور واكرم ومروان. نص ملعب النادي الاهلي، نص ملعب النادي الاهلي اللي بيحرك النادي الاهلي كله، هم اللي بيرجعوا يقفلوا، هم اللي بيطلعوا يلعبوا كوره لوسام والتاو وحسين الشحات. فمحتاج حد زي محمد شحاته سنه صغير، بيقفل صح، بيضغط صح، بيقطع صح، يبقى خيال امام عاشور. خيال. وفاكر حسام عاشور زمان كان بيعمل ايه مع شيكابالا؟ هو انا نازل خيالك، انا خيالك يا صاحبي، انا ماليش دعوه بالكوره، ماليش دعوه انا خيالك. هو نفس القصه، تبقى خيال امام عاشور، هو ده اللي بيحركهم. قدامهم ناصر ماهر، على اليمين زيزو، على الشمال شلبي. في الهجوم طبعا الجزيري كعبه عالي على النادي الاهلي وبيجيب اجوان كتير في النادي الاهلي وبيعرف يتصرف في دفاع مع دفاع النادي الاهلي. بس انا شايف اللي في الهجوم في الشوط الاولاني الافضل عمر فرج، لان هو هيبقى ده المفاجاه، ده السربرايز، عارف انت؟ ده مفاجاتنا مع النادي الاهلي. ما يعرفوش تحركاته، ما يعرفوش بيطلع على البطيئه، بيطلع بيروح على البعيده، بيشوط من بعيد، ما بيشوطش، بطيء سريع، ما يعرفوش عنه حاجه. عارف انت ده بالنسبه لهم ده بيعمل ايه؟ فهو ده اللي هيربك لهم الدنيا الشوط الاولاني. واتمنى ربنا يكرمنا ونبقى متفوقين على الاهلي الشوط الاولاني ونطلع فارقين على الاقل حتى بجون. لان الشوط الثاني لازم هغير بقى ايه؟ هروح بادئ، لو انا ربنا كرمني زي ما بقول لك وفارق، هروح منزل دونجا بدل ناصر ماهر، هروح بلاعب بمحمد شحاته ودونجا ورقم 10 عبد الله السعيد، واروح جايب زيزو شمال واطلع مصطفى شلبي. زيزو بيلعب يعني لعب بالمركز الشمال ده كذا مره، وانزل من شلانج يلعب يمين. ليه يلعبوا يمين؟ لان هو الراجل اصلا جديد على النادي، ما يبقاش كمان جديد على المكان بتاعه. يعني انت كده بتصعب له الدنيا قوي، مش هتعرف تاخد منه اللي انت عايزه. لكن هاته في مركزه بسرعته، لان انت هتبقى محتاج تلعب على الهجمه المرتده، لان الاهلي هيبقى نازل ضغطك، لان الاهلي زي ما بقول لك لو نازل خسران الشوط الاولاني هيبقى نازل ضاغط. وحتى لو متعادلين او احنا خسرانين هنبقى محتاجين نعمل برضو التبديلات دي، اللي انا اقفل بقى نص ملعبي كويس ما يجيش فيها حتى جوان، وفي نفس الوقت هبقى بلعب على المرتده. اللعيبه الصراع، زيزو بيعرف يلعب، بيشتغل حلو على الشمال، مشلان كده نشوفه على اليمين هيبقى عامل ازاي. وساعتها هروح مطلع عمر فرج ومنزل الجزيري، لو انا ربنا برضو كرمني وفارق زي ما بقول لك بهدف، لان هلعب ساعتها على السرعات، هلعب على المرتده السريعه. فاتمنى يا رب ان شاء الله ان شاء الله يبقى ده الشكل العام عامه. هستنى تقولوا لي رايكم في التشكيله، ولو لكم اي تعليق في التشكيله اتمنى تكتبوا لي في الكومنتات، ولو اول مره تشوف ما تنساش تعمل لي فولو، واحلى مسا عليكم، وان شاء الله السوبر زملكاوي ما تنساش تكتبها في الكومنتات.